القهوة بتنشطك ولا بتخليك قلقان؟ في ناس القهوة بتنشطهم وناس بتخليهم قلقانين وتوترين. جسمك بيتعامل مع الكافيين حسب سرعة تكسيره، والسبب جيناتك. جين CYP1A2 هو اللي بيحدد انت هتتعامل مع القهوة ازاي، سريع، بطيء. الأيض السريع، القهوة بتتكسر بسرعة، النتيجة نشاط وتركيز زي ما توقعت. الأيض البطيء، كوب قهوة الساعة 2 الظهر هيفضل في دمك للساعة 9 بالليل. المفاجأة اللي بيستقلبوا الكافيين ببطء وبيشربوا كتير، خطر أمراض القلب عندهم أعلى. لو بتحس بقلق من القهوة، جرب الشاي الأخضر بعد الظهر، أخف بكتير على الأيض البطيء. قولي في الكومنت، القهوة بتنشرتك ولا بتخليك قلقان؟ عايز أعرف أنت من أي فصيلة. لو الموضوع أفادك اعمل شير وفولو لإميوني تابس.